ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. العيد خلاص قرب، ويا رب يكون عيد سعيد عليكم كلكم. كنت بدأت سلسلة كده من فيديوهات، أولها كان الفيديو اللي قبل ده على طول، وبنتكلم فيه عن ازاي نجهز بشرتنا للميك اب، وازاي نحط فاونديشن يبقى شكله طبيعي على البشرة كأننا مش حاطين أي حاجة خالص. شوفوا الفيديو اللي فات وادوني برضو، طبعا حابة أكيد أسمع رأيكم. طب احنا النهاردة هنتكلم عن ايه؟ النهاردة هنتكلم عن الحواجب. خليني الاول اديكوا فكره انا بستخدم ايه. انا بستخدم القلم ده بتاع شيجلام. ده ده الناحيه بتاعته سنه رفيع جدا، والناحيه التانية عامله زي الفلوماستر. حبيته عشان هو طري جدا على الحواجب، وكمان ثباته حلو جدا. لما خلص من عندي جربت بتاع ريمال اللي هو ده. هو طبعا خلصان، بس هو السن بتاعه شبه السن ده جدا يعني، بس ده بالنسبه لي صراحه كان التوب يعني. بعد كده بستخدم ماسكارا للحواجب من توب فيس، كنت جايباها من مينيسو. طيب خلينا كده نبدأ مع بعض. عموما الحاجب بتاعنا هو ليه بداية ونهاية ونص، مفيش حد الحاجب بتاعه خط مستقيم. طيب انا دايما بحب ابدأ الحاجب بتاعي من النص، وهو اللي بيساعدني ان انا اكمل بقية رسمة الحاجب. طيب انا بعمل ايه؟ انا الجبهة بتاعتي هي ليها بداية وليها نهاية. طب انا بداية الجبهة بتاعتي اهي، من هنا هنا. تمام. انا برسم كيرف صغير، مكان الكيرف هو اللي بيحدد لي ان كان الحاجب بتاعي هيبقى تخين ولا رفيع. زي الكيرف صغير جدا. طيب باجي في اتجاه نمو الشعر، بعمل خطوط صغيره جنب بعض. انا مش ببدا من اول حاجب قوي، ببدا من اول هنا كده زي ما انتم شايفين، لحد ما بوصل لاول الكيرف بتاعي. تمام. ومن نفس الفكره، من نفس النهايه بتاعه الكيرف، ببدا انزل لتحت. تمام. ببدأ اعمل خطوط صغيرة كده من النص علشان الفراغات بتاعة الحاجب. طيب بعد كده بالفرشة اتأكد ان انا كل الشعر طلع لفوق، وبجي من تحت برضو بعمل خطوط صغيرة جدا، بس مش من اول الحاجب، من هنا كده. ايدي خفيفة جدا. بعد كده بمشي مع الحاجب وبنزل. طيب وباجي بعمل برضو خطوط في نفس اتجاه نمو الشعر لفوق عشان املى الفراغات. تمام. الناحية التانية هبدأ ارسم شعر شعر، ممكن من الناحية اللي انا رسمت بيها عادي يعني، بس عشان اوريكم القلم. هو خفيف جدا يعني. انا عموما في بداية الحاجب مش بحتاج اتخن اكتر من كده خالص يعني. تمام. بالماسكارا طيب. طبعا بالممارسة الموضوع بيكون اسرع بكده من كده بكتير واسهل يعني. طيب هما يعني بيقولوا ان بداية الحاجب باجي من اول هنا، ده بداية الحاجب بتاعي، ومن هنا ده نهاية الحاجب. دي الستاندر. عموما في ناس بتحب تبقى حواجبها اقصر من كده، كل واحد حر يا جماعه يعني. مش هنغير راي حد، اهم حاجه ان انت تبقي شايفه نفسك جميله. طيب في فيديو تاني هتلاقوه ان انا ممكن ارسم الحواجب بتاعتي كمان بالحنه،
ودي بتساعدني انها صراحه بتوفر لي وقت قوي الصبح، خصوصا واحنا مستعجلين. بقعد حوالي 3 4 ايام كده انا مش محتاجه ارسم حواجبي خالص، ممكن بالمسكره كده امشطها، مش اكتر من كده. اتفرجوا على الفيديو ده، صراحه هيفيد الناس المستعجله على طول. وطبعا كل حاجه ممكن تعمليها. انا بالنسبه لي ما كانش ليها اي ضرر خالص، عملتها انا وماما واختي وكلنا انبسطنا جدا بالنتائج بتاعتها. النهارده كده زي ما شفنا كده اتكلمنا عن الحواجب، يا رب تكونوا استفدتوا. لو ليكوا اي كومنتس طبعا حطوها لي تحت في الكومنتس تحت. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الاي شادوز ورسمه الايلاينر والماسكارا كمان بتاعه الرموش. استنوا الفيديو ده، مش هتاخر عليكم خالص، وهحاول اعمله ان شاء الله قبل العيد علشان طبعا كلنا نحط ميك اب ويبقى شكلنا حلو. اعملوا لي سبسكرايب واعملوا كده في الجرس علشان يعني اونس ان انا انزل فيديو على طول يجيلكم نوتيفيكيشن وتدخلوا تتفرجوا على الفيديو. طبعا لو ليكوا اي كومنتس تانية حطوها لي في الكومنت وانا اكيد برد عليها على طول. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم قريب. باي باي.